خرجت ما يسمى بوكالة الأنباء الجزائرية ببيان طويل جاء فيه مواصلة لمحاولة الاستفزازية المتتالية بهدف صرف الأنظار عن الواقع المزري الذي يعيشه المغاربة. وفي خرجة جديدة تبين العداء المتجدر لدى صانع القرار المغربي ضد الجزائر. أوعزت دواليب المخزن إلى إحدى الدكاكين الإعلامية المقربة من القصر الملكي في الرباط، والمعروفة بعدائها للجزائر، لنشر ملف دعائي يفتقد لأي احترافية إعلامية، يعكس الأطماع التوسعية المغربية. ضمت من خلاله أجزاء من التراب الجزائري المسقي بدماء آلاف الشهداء إلى مملكة ألفت صناعة حدودها افتراضيا وعلى خرائط بأقلام التلوين التي لا تحتاج سوى ممحاة في يد طفل لا يتعدى 3 سنوات ليعيد للمخزن رشده. ومقال طويل في وكالة الأنباء ردوا فيه يبدو على إحدى الجرائد. والحقيقة وهنا نتوجه أيضا للإخوان الأحرار المغاربة مثل الأحرار الجزائريين. منذ أسابيع في خطاب كان من قبل موجود شوية هكذا في الريزو سوسيو، يعني في حدود معينة نتاع بعض الناس يحبوا مشاهدات إضافية والله، ويتكلم لك على الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، وأن سنسترجع الصحراء الشرقية إلى آخره، وبالقوة إذا لزم الأمر. طبعا كان الريسوني قبل أشهر خرج، ثم عاود تراجع وسقط من الاتحاد العام للعلماء المسلمين إلى آخره، اضطر أن يستقيل إلى آخره. لكن قبل حوالي أسبوعين أنا شفت أيضا مديرة الأرشيف في الحكومة المغربية، يعني مسؤولة في الإدارة المغربية، تتحدث عن الصحراء الشرقية، ويبدو أن هذا الخطاب بدأ يكبر. يعني وأنا نقول هنا لإخواننا، أنا كما قلت نقول للأحرار المغرب وأحرار الجزائر، يعني مش نتكلم على الأنظمة ولا نتكلم على المرتبطين بأجندات وحسابات معينة. قلت أنا من قبل نعاودها، قضية الصحراء الغربية الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري ماهوش معه وش يقول النظام العصابة هذا، ويعرف الشعب الجزائري يعرف في أغلبيته العظمى أن النظام يتبنى قضية أخلاقية على أساس أنها قضية أخلاقية وتقرير مصير وهو لا يسمح لشعبه بتقرير مصيره. مش فقط هذه، وهو يقف مع دول في احتلال شعوب أخرى، يقف مع الصين في قضية الإيغور، يقف مع ميانمار في قضية الروهينجا، يقف مع الصرب، وقف معهم في قضية الكوسوفو، وقائمة طويلة من المخازي تحت العصابة اللي تتكلم على أنها مع تقرير شعب الصحراء. إذن الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري يعرف أن العصابة تكذب، كما تكذب في أشياء كثيرة جدا. وبالتالي أنا على يقين أن هذا الموضوع سيلقى حلا مرضيا، بل حلا قويا ومفيدا للمنطقة كلها، اللي هو قضية الصحراء المغربية حسب المغاربة، والغربية حسب ما هو ما زال موجود في حتى الأمم المتحدة. بالمناسبة أخواننا المغاربة مرات يقول لك لا، المغرب الحسن الثاني موقع على أشياء على بأنه اسمها الصحراء الغربية. يعني لما يقول لك واحد الصحراء الغربية مش معنى ياخذ موقف ضد رأيك، لا، هذا وصف جغرافي فقط. المهم، هذه القضية أنا على يقين أنها ستجد حل لن يزعج أحدا، بالعكس حل فيه من الذكاء ومن الحكمة، بحيث يكون رافعة ويدفع بقيام المنطقة المغاربية اللي راهي فيها مخاطر كثيرة جدا. مخاطر الفساد مثلا، في فساد عظيم في المغرب كما في الجزائر، وفي مفسدين في المغرب كما في الجزائر. على سبيل المثال مخاطر التعطيل والفقر، في أعداد هائلة من العاطلين في المغرب كما في الجزائر، في أعداد هائلة من الفقراء في المغرب كما في الجزائر، على سبيل المثال. أنا أعطي في أمثلة بسيطة، لكن كاين أشياء كثيرة جدا. طبعا احنا فيما يخص، دائما نقولها، فيما يخص العصابات هذه الشعب الجزائري راح ينهيها في النهاية، راح ينهيها بإذن الله. لكن غادي أنا كنت قلتها
في 2015 لعلي رويتها مرة، كيفاش أنه لما دعيت دعاوني، أنا كنت دعيت عدة مرات، عشرات المرات ربما، دعوة مباشرة أو غير مباشرة باش نزور المغرب، لكني لم أزور المغرب إلا في 2015. ولماذا؟ لأن ما كنتش حابب العصابات تاخذ فرصة يقول لك ها احنا ما درناهاش وهما يقولوا عملاء المخزن. طبعا ما يهمناش واش يقولوا، احنا كي نقعدوا عارفين رواحنا ما يهمناش واش يقولوا. انا مناشرين اشاعه كبيره الويسكي وانا عمري لا شربت خمر، بس ما يهمنيش. مرات بعض اللي يكونوا قراب مني يقولوا لي علاش ما تنفيش، نقول علاش ننفي؟ انا عارف نفسي، واللي يعرفوني يعرفوني، وهما الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري يعرف هذه الحقائق. وهذا ذباب ينشر في أكاذيب لشيطنة، لحساب سيادو، لشيطنة خصوم العصابة، هذا مكان. فأنا لما يقولوا عملاء المخزن ومش عارف ورشاد والحرائق والويسكي، هذه كاع ما تعنيناش. احنا الحمد لله عندنا من القوة، من الثبات، ومن الرزانة، ومن الحكمة أننا ما تأثرش فينا هذه الأقاويل، يعني لا تعنينا. لكن في 2015 لما حضرت هذا اللقاء، وهذا اللقاء تاع المطرودين من الجزائر، حضرته لأنه كانوا إخواننا مغاربة عاشوا معنا، ولأسباب بسبب قضية الصحراء، أصلا الصحراء الغربية، قام بوتفليقة وبومدين بطردهم في ظلم عظيم. وبعضهم اللي كانوا أبائهم شاركوا معنا حتى في تحرير البلاد، كانوا أعضاء في جيش التحرير الوطني الجزائري لايلان يعني. وشفت بعيني وشفت صورهم ولما شفت هذه الاشياء، هذا هو اللي شجعني باش حضرت الى هذا اللقاء ورحت للمغرب، اللي نعتبره وطني الثاني. يعني تقعد في المغرب صراحه، تقعد في المغرب او في تونس او في ليبيا، هذه البلدان الثلاثه بشكل خاص، والله ما اشعر بالفرق. انا عشت سنوات في ليبيا، ما نشعرش بفرق كبير، يعني فرق صغير، ولولا شويه في قضيه اللهجه نفس الشيء تقريبا، احنا شعب واحد في الحقيقه. لكن قضية، أنا لما قالها واحد، كنا في هذا اللقاء وخرج هذا أستاذ جامعي وقال بأن الجزائر داخل نفس فينا 17 دخلة ومانيش عارف، وسنحرر الأراضي المحتلة في الصحراء الشرقية، هذا كلام مش منطقي يا أخوانا، وهذا كلام سيؤدي إلى هلاك المنطقة. أنا أتفهم المغاربة اللي يقول لك احنا ماناش مستعدين أن نضيعوا متر من أرضنا. نعم، من حقكم، لكن يجب أن تفهموا نفس الشيء عند الجزائريين. معارضتنا لهذه العصابات الإجرامية لا يعني أننا نتخلى على متر واحد من أرضنا، وهناك اتفاقيات دولية موقعة تاع الحدود الجزائرية المغربية. الحدود الجزائرية المغربية موقعة وموجودة في الأمم المتحدة ومتفق عليها. نعم، صارت عليها خصومات، كان فيها نقاش، صارت فيها أشياء كثيرة جدا. قد يأتي يوم لما تعود عندنا أنظمة نابعة من رحم الشعب، من رحم الشعوب، نحلوا كل الإشكالات اللي موجودة بدون خصومات وبدون دماء وبدون صراعات، لأن هذا سيراح يفيد القوى الخارجية اللي تتربص بمنطقتنا وبنا وبغيرنا، مش فقط بنا. القوى الخارجية لما تلقى أهل المنطقة ولا أهل البلاد متقاتلين، هي تتدخل بطبيعة الحال. شوف كاع واش راه يدير هذا العصابات وهذا النظام الإجرامي، لكن قلنا وسنظل نقول أن المقاومة تاعهم سلمية، لأن نعرف لو كان تكون يدخل فيها السلاح ولا تولي خراب كبير. لذلك نقول لإخواننا المغاربة لا تنخرطوا، وإذا كانت الحكومة المغربية وراء هذا الخطاب، لأن قضية مديرة الأرشيف هذه مسؤولة رسمية، هذه موش واحد في الريزو سوسيو ولا واحد معترض ولا واحد غاضب ولا واحد عادي، لا، هذه مسؤولة رسمية. ما فيش واحد جزائري يقبل أن يمس متر من أرضه، مثل ما فيش واحد مغربي أن يقبل أن يمس متر من أرضه. من حق الناس. راه ماتوا في المغرب وفي الجزائر، لكن في الجزائر تعرفون أكبر بكثير، لأن الاستعمار كان استيطاني، في المغرب كان بروتوكترا، كان حماية كما يسموه، ولا أعرف حماية من ضد من. لكن راهم ملايين عبر 132 سنة من أجل تحرير الأرض. مش رايحين نتخاصموا بعدين مع خاوتنا
لأن ما نقبلوش بمس أرضنا، لن نقبل بالمساس بمتر واحد. والحديث على الصحراء الشرقية والنفخ فيها يعطي في الحقيقة الجنرالات والعصابة الإجرامية التي تتحكم فينا فرصة هائلة. بالعكس، لماذا خرجت وكالة الأنباء باش تدير هذه؟ باش كل الجرائد غدوة راح تدير نفس الشيء، تنفخ فيه وتجيب، لأن العصابة عندنا راهي في وضع سيء جدا. جزائرهم الجديدة راهي تغرق في شكارة الحليب وفي بدون الزيت وفي شكارة السميد إلى آخره. ما لوش لازم يدير لك؟ لازم يدير لك يخلق لك العدو. شوف الكيان الإسرائيلي، حكومة نتنياهو، مع أن إيران قالت ننسف إسرائيل من الوجود، ما قدرش تقنعهم. للإنصاف نقولوا هناك وعي، كاين جزء من الوعي. صحيح يحتلون إخواننا ويقتلونهم، ولكن بيناتهم أو في مجتمعهم كاين وعي، لازم احنا يكون عندنا هذا الوعي. وأنا من هنا نقول إذا كانت الحكومة المغربية متورطة في هذا الخطاب الجديد ويولي من عند مسؤولين مغاربة، ففي الحقيقة يبدو إذا كانت الحكومة المغربية متورطة سواء شئتم أم أبيتم، هذا يعني أنكم تريدون للجنرالات الاستمرار والبقاء، لأنهم يستطيعون أن يعزفوا لسنوات طويلة على هذا الموضوع ويستخدموه من أجل قول الجزائريين المخزن جبنا إسرائيل الآن يريدون اقتطاع أجزاء من أراضينا، وهم يقولوها رسميا. وهي هذا وش قالت هذه وكالة الأنباء في رسالة طويلة مقارنة بوش موالفين يكتبوا يعني. فالأمور هذه لتكن واضحة وصريحة. قضية الصحراء الغربية أنا على يقين أن بمجرد قيام حكومة مدنية في الجزائر ستجد أفضل الحلول الممكنة، أفضل الحلول الممكنة اللي سترضي الجميع. وأنا عندما أقول الجميع احنا مش جزائريين، احنا ما عندناش أطماع في الصحراء الغربية، إنما ترضي المغاربة وسكان الصحراء، سواء اللي هما مع الطرح المغربي وهم موجودين، أو هما اللي مع طرح الاستقلال أو البوليزاريو أو إلى آخره. لأن ذاك الوقت يكون فيه ذكاء وحكمة بحيث يفهم الجميع أن التعايش مع بعض والتعاون خير من الاحتراب والحرب والاستمرار في الضغوطات والتوترات إلى آخره. أنا أعرف أن هذا الكلام قد لا يرضي الوطنجيين سواء في الجزائر أو في المغرب، ولن أتهمهم أن هذا الوطنجيين هم عناصر وذباب. لا، كاين اللي بالنسبة ليه يقدر مش عارف لما يقولوا له الوطن والأرض كذا خلاص لكن نقول فكروا مليح. الحديث على الصحراء الشرقية وعلى استرجاع بشار ومش عارف وتندوف كاين اللي يروح حتى جهة تلمسان، هذا لن يخدم إلا العصابات الإجرامية، وهي ستغذيه عندنا وستنفخ فيه، لأنها لا تستطيع أن تقدم للشعب الجزائري شيء. جزائرهم الجديدة عبارة عن أكاذيب، والشعب يعاني معاناة مرة وشديدة.